سهرة كروية ممتعة في مباراة الأهلي اليوم في استاد القاهرة الدولي. يعني يمكن ده عنوان لقاء اليوم أمام الجيش الملكي المغربي. طبعا استاد القاهرة النهاردة يبقى مليان على آخره. يمكن احنا بقالنا سنين أو بقالنا فترة ما شفنا استاد القاهرة مليان في الماتشات بالنسبة لجمهور الأهلي. آخر ماتش كان تقريبا أمام العين الإماراتي في بطولة القارات. فعشان كده النهاردة هيبقى يوم مهم جدا لجماهير الأهلي، يعني يوم للاحتفال بصدارة الترتيب. أكيد بإذن الله هنفوز، رغم إن الجيش الملكي طبعا ثاني المجموعة ب8 نقاط والأهلي ب9 نقاط، إلا إن الأهلي يقدر باللاعبين اللي موجودة، يقدر بالإمكانيات، يقدر بالفرق اللي موجود وفرق البطولات والهيبة الإفريقية. فعشان كده النهاردة يعني يسترب لازم يدي لعيبة بعينها إن هي تشارك، يعني لعيبة هتقدر إن هي تبقى واخدة الثقة من الجمهور، هتقدر تلعب تحت الضغط النهاردة وتحت ضغط جمهورك اللي هو هيكون بيحفزك إن أنت تجيب أهداف. فعشان كده يمكن النهاردة يسترب هيدخل بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى. في ناس طبعا هتقول مصطفى شوبير، لا، ويمكن يسترب هيفكر ان هو يدي الثقة لمحمد الشناوي، وطبعا ده في مصلحته طول ما المنافسة شغالة ما بين مصطفى شوبير والشناوي لحد فترة معينة، طول ما هو في مصلحة فريق الأهلي. يوسف بالعمري اللي قدم طبعا أداء متميز لما نزل في ماتش الإسماعيلي، ياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد هاني. بعد كده هيبقى معانا مروان عطية وأليو ديانج ومحمد علي بن رمضان، وهيلعب بطاهر وبحسين الشحات، وفي الهجوم كامش. يمكن ده التشكيل اللي ممكن يدخل بيه يسترب لقاء النهاردة من أجل حصد ال3 نقاط وتصدر المجموعة في دوري الأبطال الإفريقي.